ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. في شوية أحداث رياضية طبعا حصلت في الساعات الأخيرة، تقريبا آخر 24 ساعة يعني. أبرز الأحداث الرياضية دي موضوع وسام أبو علي، ده بقى الشغل الشاغل حاليا في الوسط الرياضي. موضوع وسام أبو علي يا جماعة باختصار جدا، هو الراجل بعد كأس العالم للأندية جاله عروض كتير جدا، طبيعي لأنه مهاجم سوبر. وحتى كلنا بنستغرب إن إزاي لاعب زي ده بيلعب ما بيلعبش في أوروبا، أو ما يعني في دوري كبير في أوروبا زي دوري إنجليزي أسباني إيطالي فرنسي ألماني، وبيلعب في النادي الاهلي وبيلعب في افريقيا، وطبيعي كان الكواليتي فارق، وكله بيشكر حتى في الناس او في العين اللي جابته للنادي الاهلي. فطبيعي هينهال عليه العروض، خصوصا انه تالق في كاس العالم للانديه وانديه كتير شافته. المهم الفريق اللي اتقدم بعرض رسمي هو فريق الريان القطري. تقدم بعرض 8.5 مليون دولار مع تحديد نسبة إعادة البيع للأهلي في المستقبل، يعني الأهلي هيحط نسبة إعادة البيع لو الريان هيبيعه بعد كده. هيتم عقد جلسة طبعا بين مسؤولين من النادي الأهلي ومسؤولين في نادي الريان القطري للاتفاق على كل شيء. راتب وسام أبو علي يا جماعة هيبقى في الريان 3 مليون دولار. 3 مليون دولار ده يعني قد راتبه في الأهلي 3 مرات بالظبط. تاني موضوع عايز أكلمكم فيه موضوع الإعلان عن المدير الفني لنادي الزمالك. طبعا احنا كلنا اتفرجنا على الإعلان، وطبعا بغض النظر الزملكاوي قبل الأهلاوي عارف إن ده إعلان كوميدي، يعني ده مش إعلان تقديم حتى مركز شباب. يعني لو مركز شباب جايب لاعب مش هيقدمه بالطريقة دي، أو لو واحد بيهزر مع ناس صحابه مش هيعمل إعلان بالطريقة دي وبالسوء ده. فاللي عامل الإعلان ده يا إما واحد ذكي جدا، يا اما واحد ما عندوش فكره عن اي حاجه، هو بس كده تعالى اقف هنا تصور، وتعالى اقف هنا اعمل معرفش ايه، واطلع الحصان ده يلا وانزل اقعد في الاسطبل ده ومع السلامه. لا، يا اما ذكي جدا اللي هو عايز يركب الترند، وده ممكن يكون النسبة الأكبر، إن هو علشان خاطر كله يتكلم على الإعلان ومدى سوء الإعلان وخلاص، يبقى ترند سلبي. يعني بمعنى ترند سلبي يعني يظهر الإعلان ويجيب مشاهدات بالطريقة السلبية مش بالإيجابية، لأنه مش هيقدر ينافس بالإيجابي لأن مفيش ماديات أساسا. فمش هيقدر ينافس النادي الأهلي ولا هيقدر ينافس حتى أي نادي في الماديات، فبيجيبها بالطريقة السلبية علشان يجيب مشاهدات بالإسفاف يعني. وطبعا ده غلط، احنا بنهزرش. المفروض ان انت نادي كبير تقدم صفقتك بطريقه محترمه، ومهما كان الصفقه دي مدير فني او ايا يكن هتعمل اعلان لتقديم اي حد او اي جزء من الفريق، لازم يكون حاجه على المستوى، على قد كلامك وعلى قد تاريخك. انت بقى بعد كده تبقى كرييتيف بقى في المستوى بتاعك بحيث كله يتكلم ان مثلا زي صفقه محمد بن رمضان كده، التقديمه بتاعته عامله زي كأنها روما القديمه ومحارب والكلام ده، فالناس كلها اتكلمت على الاساس ده. انت برضو المفروض تبقى كرييتيف وتقدم حاجه كويسه جدا والناس تتكلم بطريقه ايجابيه ويبقى ترند ايجابي مش ترند سلبي. اللي بيعمل الترند السلبي ده اللي مش متشاف، واحد مش متشاف فبيعمل ترند سلبي علشان يتشاف مش اكتر يعني، او حد عايز يشتري الترند. لكن هي الفكره كلها علشان خاطر الماديات اكيد، فتعمل ترند سلبي وممكن يجيب مشاهدات، ويبقى ده الحاجه اللي هتجيب مشاهدات كتير يعني. ان هو مدى سوء الاعلان يعني. برضه يا جماعة بالمناسبة صندوق الاستثمار السعودي بيخاطب شركة الكرة في النادي الأهلي برضه لمعرفة إمكانية التعاقد مع أشرف داري مدافع الفريق لصالح أحد الأندية المشاركة في دوري يلو اللي هو دوري الدرجة الثانية السعودي. في ناس برضه يعني من تبع صندوق الاستثمار السعودي بيفكروا يشتروا أشرف داري. أنا شايف يعني كواحد من أبناء النادي الأهلي أو واحد مشجع من مشجعين النادي الأهلي، أنا شايف إن حاجة كويسة جدا، لأن أشرف داري مدافع قوي وكل حاجة، لكن مش مضمون واصاباته مقلقه جدا. فالافضل ان احنا ننفتح على العروض ونشوف لو عرض كويس نبيعه ونجيب حد كويس تبقى اصاباته مش كتير، ويبقى يعني حد على المستوى برضه. ده يعني انا شايف ان ده حل كويس. تمام. موقع في الجول بيقول لك سيراميكا كليوباترا طلب ضم عمر كمال مع احمد عبد القادر والدبيس مقابل انتقال احمد رمضان ومحمد شكري واحمد هاني للاهلي. خلاص يا جماعه الانديه دلوقتي كلها بقت زي نظام في حوار الصفقات وكده، وموضوع الصفقات كله طبعا ما دام الاهلي عايز لعيب مني لا اتشرط واحط رجل على رجل، وانا عايز فلان وفلان وفلان، يا اما اللعيب ده مش هفرط فيه باقل من 2 مليون دولار، وهو لعيب ما يسواش مثلا 20 مليون جنيه. فطبيعي لازم يعملوا كده، لان هو عارف ان انت فريق معاك فلوس، فيا اما هتديني اللاعب اللي اشاور لك عليه مقابل اللاعب اللي انت عايزه، يا اما هاخده بفلوس كتير، يا اما تاخد اللاعب مني بفلوس كتير.
بس فطبيعي ده الانديه بتعمله، ده طبيعي يا جماعه. ما فيش حد مثلا بيضايق الاهلي ولا كده. لا، في الصفقه اللي زي كده انا عايز اطلع باكبر استفاده ماديه، يا اما اجيب لعيب كويس محتاجه في فريقي، وكل واحد حر يشوف مصلحه فريقه. لان انت محتاج لاعب عندي، انا كمان محتاج لاعب عندك، يا اما محتاج فلوس. عاجبك عاجبك، مش عاجبك خلاص، يعني كل حاجه ايه بين الفريقين بالاتفاق. موقع فوت سور 7 الفرنسي بيقول لك مالك نادي نانت الفرنسي طلب 10 مليون يورو عشان يبيع مصطفى محمد. طبعا ده رقم خزعبلي، ولو الاهلي حتى باع وسام ابو علي باكتر ب 12 مليون يورو مش هيشتري مهاجم ب 10 مليون. انا متاكد من سياسه النادي الاهلي، الاهلي هيكون عايز يجيب مهاجم كويس وعلى المستوى، بس ما يوصلش حتى 4 مليون دولار او 5 مليون دولار، يعني ايه نص ثمن وسام حتى اللي هيتباع بيه. دي فلسفه النادي الاهلي وسياسته يعني. وطبعا ده غلط، لان انت عشان تجيب دلوقتي لعيب تقيل وقوي لازم هتدفع الرقم ده، ده طبيعي. او عشان تعوض حتى وسام، لان وسام اللي جه كلنا استغربنا جه كده ازاي، وكانت فلتة فعلا يعني. يا اما تحاول على قد ما تقدر، واللي احنا بنفضل نقول كل شويه يا جماعه يا جماعه لازم عين تدور تشوف المواهب، وتشوف اللعيبه اللي في الدوريات المغموره، او دوريات الدرجه الثانيه والثالثه، في دوريات امريكا الجنوبيه او الدوريات الاوروبيه. لازم ناس تروح هناك تفتش وتشوف وتقنع لعيبه يا جماعه. يا اما هتضطر تدفع فلوس كتير في لعيبه معروفه، ما هو يا كده يا اما كده، ده الصح يعني. على الهامش برضو خبر كوميدي كده، بيقول لك شيكابالا يقوم بالغاء متابعه حسام عبد المجيد عبر انستجرام. كده خلاص الحمد لله، حسام عبد المجيد كده كوبري تمام، وشيكابالا طبعا بيحارب بالانفولو. خلاص بقى شيكا يعني كفايه، يعني اعتقد كفايه قوي يعني. تمام. الظاهر يا جماعه لما كابتن شوبير قال لك على منصه اكس، قال لك مفاجآت بالجمله في الايام القليله القادمه. هيبقى في حركه كتير في الفريق، خصوصا في اللاعبين. يعني ممكن وسام يمشي، ممكن تتفاجئ لعيبه تانية ماشيه، ممكن تتفاجئ بلاعب سوبر جاي، ممكن تتفاجئ ان مفيش لاعب جاي وسام ماشي، الله اعلم. لان شوبير قال لك مفاجآت بالجمله، وشوبير يعني المفروض ان هو اعلامي موثوق يعني. فطبيعي الظاهر ده اللي حصل يعني. أم، طيب الاهلي هيواجه النجم الساحلي ودي يوم 27 يوليو المقبل في تونس، ضمن فترة تحضيراته للموسم الجديد. فاكرين يا جماعة لما كلمتكم قبل كده قلت لكم لازم النادي الاهلي او فرق مصر عموما تعمل وديات كويسة؟ فاكرين طبعا. طيب دلوقتي انت رايح تعمل لي ودية مع النجم الساحلي، فريق ميت كلينيكيا. انا قلت حاجة، عايز مستواك يعلى شوية، يا تعمل وديات مع فرق من امريكا اللاتينية، مع فرق اوروبية بقى درجة تانية. المهم ان انت تخرج بره مستوى القاره بتاعتك، او حتى لو هتعمل وديات في القاره بتاعتك فرق تقيله. يعني اعمل وديه مع سان داونز، اعمل وديه مع اورلاندو بايرتس، اعمل وديه مع بيراميدز، مع الفرق القويه. اعمل وديات مع الفرق دي، ايه المشكله؟ لازم اعمل وديات مع الفرق القويه يا جماعه. يا اما اعمل وديات مع فرق بره، في دوري اسباني، دوري ايطالي، فرق درجه تانية، فرق مراكزها الثلاثه الاخيره، الفرق مركزه العاشر، فرق وسط في الدوريات الكبرى، فرق في الدوري البرتغالي. اختار لي ثلاث فرق كده واعمل معاهم يا جماعه، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله اعمل معاهم فتره تحضيريه كويسه جدا يعني. لكن مفيش حد بيسمع. ده انت لو عايز فريقك يبقى مستواه عالي، وفريقك يلعب في ليفل عالي ويفضل دايما حاضر ذهنيا، لو هيبقى في مواجهات كويسه ومواجهات عاليه زي كاس عالم او انتر كونتيننتال، لازم يبقى حاضر ذهنيا لفرق اوروبا على الاقل يعني، او الفرق اللي هيلاعبها او ممكن يقابلها في كاس العالم، زي فرق امريكا اللاتينيه. مفيش مشكله يعمل معاهم موسم تحضيري، يلعب ماتش او ماتشين يعني كل سنه مع فرق مع فرق من دي يعني. من ضمن الحاجات الكوميديه برضه يا جماعه اللي بحب يعني اللي بحب اسمعه جدا، الاعلام عمرو اديب. عمرو اديب انا بحسه يا جماعه من نوعيه الاعلاميين اللي هو اكتر اعلامي عنده حضور على الشاشه، تحب يشدك قوي في الكلام والطريقه، وحتى لو ما عندوش معلومات بربع جنيه. طبعا هو عنده يعني راجل اكيد قديم، وراجل اكيد يعني عقليه رهيبه يعني في الصحافه والاعلام، يعني راجل قديم وطبيعي من يعتبر اشهر صحفي او اشهر اعلامي على الساحه حاليا. فعمرو اديب من نوعيه الاعلاميين اللي انا بحبهم في حته ان هو عنده حضور قوي على الشاشه حتى لو ما بيقولش حاجه، وبيتناول ساعات المواضيع بطريقه كوميديه شويه. من ضمنهم اكتر موضوع بيتناوله بطريقه كوميديه مواضيع الزمالك، لانه زملكاوي كمان، فده اللي مزود الموضوع كوميديا اكتر. طبعا هو اكيد شاف الاعلان بتاع تقديم المدير الفني بتاع نادي الزمالك، فقال ايه بقى؟ قال لك عايز اوضح حاجه بخصوص الفيديو ابو 3 جنيه بتاع تقديم يانيك فيريرا. انا شايف فارس وقوس وسهم وعلم احمر مرمي على الارض، هو مش المفترض يكون علم ازرق؟
هو مش بيراميدز المنافس بتاعي على المركز الثاني؟ هو مش قال لك في تقديم زيزو ما تستفزش الاهلي؟ هو احنا ما بنتوبش؟ ده انا حامل هم مقابلتهم في الدوري. الاهلي ما بيدبدبش في الارض ويشتكي لطوب الارض زينا. الاهلي خد منك زيزو عشان رجعت في كلامك في تاجيل مباراه القمه. قابل بقى حسام عبد المجيد ومصطفى محمد. الظاهر كده ان الزمالك مع جون ادوارد هيقدم ضحك طعمه مختلف عن كل اللي سبقوه. احنا عملنا زي اللي عنده زريبه وراح عمل جرانيت للواجهه عشان يغير ملامحها، لكن في الاخر هي زريبه. الصراحة يا جماعة عمرو أديب كلامه يعني كوميدي جدا وواقعي جدا برضه في نفس الوقت. يعني طبيعي الأهلي دخل بطريقة شرسة على الزمالك وتعاقد مع عزيز وعمل وعمل وعمل، وممكن يفضي الزمالك كله بسبب الطريقة والاتجاه اللي هم واخدينه، وإن هم بيعملوا حزب مع بيراميدز. وإن هو طب أنت مالكش دعوة بقى ببيراميدز، مالكش دعوة بحد، دافع عن نفسك واشتغل على نفسك. لكن كمان بتعمل احزاب ضدي وبتعمل كل حاجه عشان خاطر توقعني و فخلاص انا عادي، انا هوقعك بس بطريقه مشروعه. ان اشتري لاعب منك دي طريقه مشروعه، انا حر، ما ضربتش اللاعب على ايده. انت هتقع اي نعم، لان انا بشتري منك لاعب قوي وبقنعه، بس اللاعب جاي لي بمزاجه وهو حابب يجي. لان عندك انت شايف المعامله عامله ازاي، والفلوس عامله ازاي، والدنيا عامله ازاي، والفريق بيغرق، وعندنا تبقى الدنيا عامله ازاي. فطبيعي لازم النادي الاهلي يعمل كده، بيدافع عن نفسه وبالطرق المشروعه برضه، فده طبيعي يعني. ده تصريح كنت حابب اقول لكم في الاخر كده من عمرو اديب. وشكرا جدا انكم سمعتوني. سلام عليكم.